مرحبا، اليوم رح نعمل كيكة برتقان. طبعا كل حدا وله طريقته، انا ما دخلني، يعني في منهم بيحطوا قشر البرتقان كمان، بس انا ما بدي اعمل هيك. بدنا نحط 6 بيض، بدنا كاسة سكر ابيض، بدنا فانيلا معلقة. هلا بكتر له سكر انا ليه؟ لانه البرتقان رح يعطي طعمة حموضة ممكن، ليك لما تكتروا سكر بيكون افضل، بس هيك بكفي انا برأيي. بدنا كاسة برتقان معصور. هلا بدنا نرجع نخلطه بالخلاط مرة تانية. خلطنا البيض بس مو كتير مع السكر لحتى بس يدوب. هلا بدنا نخلط، بدنا نحط كاسين طحين بس ما نحرك كتير. هلا نضيف الكاسة الثانية، معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، بدنا معلقة كبيرة بيكنج باودر، بدنا ندهن القالب زبدة. حطينا ورق الزبدة، صب الخليط. هل تعلموا انه ورق الزبدة مشان يثبت بالقالب لازم كنتوا تدهنوه سمنة او زبدة؟ بدنا نعمل هيك بشوكة او سكينة او معلقة مشان يطلع الكيك متساوي لما يطلع من الفرن. بدي اضيف شوية لوز على وشه. اكتبوا لي بالتعليقات كيف ممكن نثبت المكسرات فوق بالكيك. انا هي جربت كل شيء وما نجح معي، ما بعرف كيف الطريقة، اللي بيعرف يكتب لي. بدنا نخبط القالب 3 مرات مشان الفقاعات اللي فوق يروح. هيك اختبرناه، استوى بعد اخذ مني 45 دقيقة في الفرن. هلا بدنا نقطع. هي النتيجة. كيف الشوك كتير طرية. بدكم تجربوها، حطوا لايك واشتركوا بالقناة. يلا باي.